دايما بنتكلم على أهمية الفانل، فحبيت إن أنا يعني أوريكم إزاي إن إحنا قدرنا نعمل حوالي 40,000 دولار في حوالي 30 يوم. إزاي عملنا ده؟ من خلال استخدام فانل واحد فقط لا غير. كان عندنا paid ads على فيسبوك وعلى الانستجرام، ودي كانت بالإضافة لأورجانيك كونتنت كنا بننزله. والاورجانيك كونتنت والادز كل ده كان بيودي الناس على حاجتين مهمين. كنا عاملين 2 ويبينارز باك تو باك ويبينارز، وفي الويبينارز دي قدرنا ان احنا عدد الناس اللي عملت ريجسترينج حوالي 4500. الناس دي طبعا كل الداتا بتاعتهم بقت موجودة عندنا، يعني سواء بقى الايميلز الكونتاكت انفورميشن موجودة عندنا، فنقدر ان احنا نرجع لهم مرة تانية وتالتة ورابعة من خلال اعلانات تانية ممكن ان احنا نعملها. الويبينارز كان فيها شكل من مين اوفر بنقدمه، كان كورس احنا بنقدمه، والكورس ده بحوالي 249 دولار. كان في ناس انترستد بالكورس وناس مش انترستد. الناس اللي مش انترستد بدأنا نعمل لهم ايميلات تاني وريتارجتنج تاني، ممكن في المستقبل يشتروا مننا نفس المنتج او منتجات تانية، بس احنا اوريدي عندنا الداتا بتاعتهم. بالنسبة للناس اللي هي اشترت حوالي 105، يعني لو ضربناها في 225 هيطلع حوالي 24,000 دولار. ال 24,000 دولار دي كان عدد الناس اللي اشتركت او عدد الناس اللي اوريدي اشترت البرنامج اللي احنا بنقدمه. عندنا حاجة اسمها upselling. الابسيلينج ان انت بتبيع حاجة بسعر نسبيا اعلى. انت عندك برنامج ممكن اسميه ميد برودكت، بس انت كمان عندك حاجة بسعر اعلى، ودي بتبقى بحوالي 1000 دولار يعني في الشهر ولمدة 3 شهور، عشان نقدر ان احنا نضمن النتائج الى حد ما معاك. ففي 5 من الناس قدرت ان هي 5 من الناس اللي هم اوريدي دفعوا يعني الكورس بتاعنا، 5 منهم كمان قدروا ان هم ياخدوا معانا الدان وذ يو. دان وذ يو 3 تقريبا في 5 ب15، ف 15 بلس يعني 4 تقريبا 24، انا قلت افريج، فحوالي 39 او 40 الف دولار. كل ده في وان فانل واحد فقط لا غير. تعالوا بقى يعني نتكلم مع بعض. ده لو حد عايز يبيع بشكل عام هيقول لكم الشكل ده، والناس هتقول واو ده عظيم جدا، يلا كلنا نعمل ويبينار، يلا كلنا نعمل ده. بس هنا في تريكات الناس ما بتقولهاش، وحابب ان انا اقولها للناس عشان ما ينفعش ان انا اسيبها هنا. اول حاجة بيفرق جدا هل انت بنيت مع الناس اللي انت بتبعت لهم الاورجانيك كونتنت او اللي انت بتبعت لهم الاد، هل انت عملت معاهم قبل كده يعني تواصل ولا لا. يعني في ناس كتير شافت ممكن بوست احنا بنعملها حتى قبل ما نشتغل على الفانل ده، شافت بوست قبل كده كنا بننزل فيديوز وعارفين ان هم بيشوفوهم، فعندنا عدد من الورم كاستمرز عارفيننا، وعدد من الورم كاستمرز مستعد ان هو يسمع مننا هو ايه المنتج اللي عندنا. فدي اول حاجة ممكن في ناس بتغفل عنها. يلا دلوقتي على طول نشتغل نعمل فيسبوك ادز ونبيع، بس فين الثقة اللي انت بنيتها ما بينك وما بين العملاء؟ فلو حد طبق الفانل ده مش لازم ان هو يوصل للرقم ده خالص، لا خالص، بالعكس ممكن يوصل لاكتر منه او ممكن ما يوصلوش خالص. في حاجات صغيرة الناس ما بتقولهاش، وهي دي انا حبيت اقولها. طبعا في الاول ده ممكن هوك، وده حقيقي على فكرة، ولكن في نفس الوقت انا حبيت اقول لكم حاجات معظم الناس ما بتقولهاش. فاول حاجة هي البيد ادز. مش ناس كتيرة وهي بتعمل بيد ادز، سواء بقى كرييتيف بينجح، التارجتنج بينجح، وكمان ما بنوش ثقة مع العميل بتاعه. اوكي، فعشان كده ممكن الاعلانات هنا ما تنجحش، وممكن الاعلانات ما تجيبش الرقم ده، وحتى لو جابت الرقم ده يبقى الرقم ده مش كواليفايد. تاني حاجة هي الويبينارز اللي انت بتعملها. يعني احنا كان عندنا واحد من الويبينارز على كيفية ان انت تعمل ويبينار. الويبينار بتاعك قوي ولا لا؟ ازاي بتنظم الويبينار او الرحلة اللي انت هتتكلم فيها مع العميل واحدة واحدة لغاية ما توصله للنقطة اللي هو يشوف الأوفر ويشوف العرض بتاعك بشكل كويس. فهل ده موجود عندك ولا لا؟ فمش أي حد يعمل ويبينار، ومش أي ويبينار بيكون قوي. اوكي، طبعا رقم 3 والحاجة المهمة جدا هو الكور اوفر بتاعك، هو البرودكت بتاعك. هل انت باني برودكت قوي ولا لا؟ فدي كلها اجزاء ممكن الناس ما بتقولهاش، بس هي جزء من الفانل مهم جدا. طبعا ايه الاداة اللي انت هتكابتشر بيها؟ يعني انت هتكابتشر على ايميل ليست ولا هتكابتشر على جوجل درايف؟ فايه الاوتوميشن او ايه من الاي اي تولز اللي ممكن تساعدك؟ احنا بنستخدم حاجة اسمها فانل فاست، ودي بتسهل علينا الموضوع ده كله، وممكن ان شاء الله نبقى نشرحها بعدين.
طبعا بتقدم الكور اوفر، وقلت قد ايه الكور اوفر ده بتاعك لازم يكون مهم جدا. بعد كده في ناس مش انترستد بيروحوا بيشتغل عليهم اوتوميشن تاني ممكن يجيبهم في المستقبل لبرنامج مختلف. والناس الانترستد دول بقى، هل انت عندك سيلز بيقدر ان هو يخاطبهم ويتكلم معاهم في التليفون او يتواصل معاهم بشكل كويس عشان تفلتر الناس دي؟ لان احنا عشان نجيب ال 105 دول من ال 1500 في فلتريشن حصل، بعتنا لهم اوتوميشن اند سو اون، وطبعا في سيلز كولز بتتعامل معاهم بشكل كويس، وسيلز سكريبت وتيم بيشتغل عشان تقدر تجيب الناس دي. فهل انت عندك سيلز تيم ممرنه ولا لا؟ هل انت عندك سيلز تيم قوي ولا لا؟ هل انت عندك برضو اوتوميشن بيسمح للسيلز تيم او سي ار ام سيستم اللي هو كاستمر ريليشن شيب مانجمنت سيستم بيسمح لهم ان هم يشوفوا ويتابعوا الناس اللي ملت الفورم، الناس اللي انترستد ولا لا؟ وبعد كده مين بياخد الناس وبيعمل لهم اب سيلينج؟ هل الناس السيلز تيم عندهم القدره ان هم يعملوا اب سيلينج، ولا ممكن يودوها لحد تاني؟ سواء ممكن يقولوا لي انا احنا مش عارفين نقفل الاب سيل ده، ممكن مثلا مروان او ياسر او اسلام او هدى، حد من الناس اللي شغالين معايا يقدروا ان هو يكونفرت الناس اللي هم ممكن الكورس بالنسبه لهم ده هو شيء كويس بس عايزين حد يعمل لهم الفانل كله. يعني هم ما عندهمش تيم وما عندهمش وقت، ففي شركه مثلا عايزه نعمل الفانل، عايز اعمل ويبينار فانل، عايز اعمل كونسيدريشن فانل، عايز ابيع حاجه بس انا محتاج ان انتوا تعملوا لي الفانل. فده ممكن انا اخش معاهم في لقاء او حد يخش معاهم من الفريق في لقاء ونبدا ان احنا نقفل الديل ده. فده هو الفانل، ودي الحاجات اللي ما وراء الفانل اللي حبيت ان انا اقول لكم عليها. كل اللي انا عايزك تفكر فيه دلوقتي، ارسم الفانل بتاعك وبعد كده حاول تفكر في ايه الستبس اللي انت محتاج ان انت تملاها جوه الفانل عشان تضمن ان الفانل بتاعك يبقى قوي. مش بس انا هاخد فانل من مروان او من حسين او من محمد او مسار وهو ده اللي هطبقه، لا، في حاجات بسيطة جوه الفانل ده هي اللي بتخليه ينجح او ما ينجحش. شكرا جزيلا ليكم.